إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. النهارده يا جماعه انا جبت الجهازين دول. ماشي، الجهازين دول هما الاتنين زي بعض بالظبط، هما ناشونال ار اكس سي 39. خلاص، ما اعرفش طبعا فيهم ايه او ايه مشكلتهم. هما انا هحطهم في السريع واشوف، وانا هبدا طبعا مش هصلحهم الاتنين في فيديو واحد، انا هعملهم في اتنين فيديو عشان ما تملوش يعني. انا هبدا بالاسوأ فالسيء، هما الاتنين طبعا شكلهم مش كويس يعني، الاتنين شكلهم سيء، فهبدا بده. ماشي، وبعد كده هبدا بده. تعال نشوف مع بعض، نحط الاول ده في السيريا ونشوف اخباره ايه. انا جربت التاني يا جماعه برضو ميت، يعني ده ميت وده ميت، فانا ابدا بان هو فيهم فانا هبدا مش عارف، هما الاتنين سيئين عموما. خلاص، انا هبدا بالاسوأ، او هبدا بده. اوكي، بعد كده اشوف ده. شلت السماعتين يا جماعه، ولازم اتاكد دايما افتح اللي هي العلبه اللي هي بتاعت الحجاره عشان اتاكد اللي مفيش مسامير جوه او في مسامير افكها. نفتح الجهاز بقى يا جماعه نشوف فيه ايه. طبعا طالما اللي هي عندنا مشكلة في الباور، فأول حاجة هنروح لها هي لوحة الباور. طبعا فككت كل حاجة عشان أقدر إن أنا إيه أوصل لها. الاتنين زنر دول طايرين يا جماعة. الزنر ده سليم، يبقى في عندنا اتنين زنر هما يا جماعة محروقين. خلاص، نروح بقى على طول نشوف الجهاز التاني، لان هنا طبعا ده بيبقى زي ما احنا قلنا بيبقى عيب تصنيع. ماشي، التاني برضو الجهاز التاني بيبقى اللي هو فيه قطع باور، هنلاقي فيه نفس الاتنين الزنر في نفس المكان، او نفس الاتنين الديود في نفس المكان، هنلاقيهم برضو قاطعين. فتعال نروح للجهاز التاني ونشوف اذا كان فعلا نفس الاتنين زنر او نفس الاتنين ديود دول قاطعين ولا لا. تعال نفتح بقى التاني عشان احنا كده عرفنا المشكله فين. لان طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده هو بيبقى عيب تصنيع. ماشي، وهنا ده طبعا الخبره اللي انت تاخدها، اللي هو العيب ده طبعا نفس الموديل وفيه نفس العيب، وهتلاقي في نفس المشكله في نفس المكان. خلاص، فانت يبقى خدت على طول كده خبره، اللي هو السي 39 الناشونال سي 39 المشكله بتاعته بتبقى في الديود ده والديود ده بالذات. خلاص، تشيلهم وتغير الديودين تلاقي الجهاز اشتغل باذن الله. ده الجهاز التاني يا جماعة. This zenner is gone. What about this one? This one is okay. No, it is gone. This one is gone. This one is gone also. This one is okay. So the other one has 2 zenners gone and this one has 3 zenners gone. So it is almost the same problem. Okay, this is what we call a factory fault. You'll find the fault in all models. ده اللي احنا بنسميه يا جماعة عيب تصنيع، بنلاقيه بيحصل في نفس الوقت وفي نفس الموديل في كل الأجهزة. فزي ما احنا شايفين اهوت، هو الاتنين قاطعين باور. ماشي، والاتنين قاطعين باور بنفس السبب، يعني هي غالبا ما بيبقى الباور قاطع بسبب اللي هي الكونفرتر ده، اللي هو بيحول من 110 ل 220، غالبا بيبقى في الأجهزة ديت، بس ده في الزنر. ماشي، لأن هو زي ما احنا قلنا هو عيب ايه تصنيع. هغير الزنرات دي يا جماعة وبعدين ايه نجرب تاني. تعالوا وقت يا جماعة نوصله في السيريا ونشوف بعد ما غيرنا الاتنين زنر، نشوف الأخبار ايه في الجهازين. غيرنا في جهاز 2 زنر وجهاز تاني غيرنا 3 زنر، فنشوف ده ونشوف ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الجهاز الأولاني اهو يا جماعة، فيه كهرباء. هحط الفلاش عشان تشوفوا اللي هي فيه كهرباء. يا جماعة فيه كهرباء وصلت اهي، بس مفيش صوت لأن مش موصل السماعة. تعال نشوف الجهاز التاني.
الجهاز التاني برضه يا جماعة هو الباور جه. تمام، يبقى الحمد لله كده ايه، هي دي كانت المشكلة. بس لسه طبعا هنشوف اذا كان في مشاكل تانية ولا لا. الوقت في عندنا مشكلة تانية يا جماعة، في عندنا الكهرباء وصلت بس مفيش صوت خالص، مفيش اي حاجة خالص. طيب مفيش حاجة، اي حاجة خالص في الهيدفونز. طب هحاول اوصل السماعة. لازم برضه يا جماعة اللي احنا نختبر السماعات، ممكن السماعات تبقى محروقة، ممكن يكون المشكلة بسيطة جدا، تكون السماعات محروقة. السماعات سليمة يا جماعة. هنا يا جماعة اللي هي بالنسبة للسماعة بتشتغل بالجاك، بالجاك بيركب هنا. فهنا في اهوت مكان للجاك بتاع السماعة، بس في الجنب التاني مكسور مش موجود. خلاص، فانا لحمت السماعتين هنا ونشوف اذا كان في صوت طالع ولا لا. في صوت طالع زي ما احنا سامعين، بس الوقت المفروض ان انا جايب على صوت الراديو، بس مفيش حاجة، في مشكلة. ممكن تكون المشكلة يا جماعة بسبب اللي هي الفوليوم كنترول زي ما احنا قلنا. طب بنعمل ازاي؟ بنلمس زي ما قلت لكم اللي هي الطرفين ببعض ونشوف كده. لا مفيش حاجة خالص، مفيش حاجة خالص برضو. خلاص. طيب ايه ممكن تانية تبقى المشكلة؟ ممكن المشكلة تبقى في مقاومة او مكثف او اي سي الصوت. طب هنشوف مع بعض. هنا في خط مقطوع اهو يا جماعة، شفتوا؟ فعملت هنا ايه، عملت بريدج زي ما احنا شايفين اهو. تعال نشوف نجرب. اوكي، ده في مكان تبع ايه يعني مثلا تمام يا جماعة، يبقى هي دي كانت المشكلة. يعني مثلا زي في عندنا احنا حلينا يا جماعة. بالنسبة بقى ايه، الحمد لله الصوت هو رجع تاني. فالوقت بالنسبة للجاك المكسور ده في عندنا حلين. ايه هما الحلين؟ لان احنا اللي هي السوكت المكسور ده، يا اما احنا لان هنا احنا عندنا ايه، السماعات ماشي ما فيهاش جاكات. فلا اما اللي احنا، لان انا ما عنديش جاك زي ده وما اعتقدش ان هو موجود في السوق، لان ده طرفين بس مش 3 اطراف. طيب نعمل ايه؟ لا اما ننقل الجاك اللي هو بتاع الميكس المايك ده. خلاص، الجاك اللي هو الميكس المايك ده بتاع مايك، ممكن نحطه هنا مكان السماعه وهتشتغل عادي، ونجيب جاكين للسماعتين وهيشتغلوا عادي. او ممكن ان احنا نلحم السلوك من جوه، يعني نلحم سلوك السماعات من جوه مباشره، بحيث ان احنا ما ناثرش على الجاكات بتاعت برضو المايكات. ممكن يكون عشان ما نشوهش شكل الجهاز، ويكون واحد عايز يركب مايكات مثلا ويلاقي ان المايك مش موجود. فاحنا عندنا ده وعند الحل ده وعندنا الحل ده. خلاص، فنشوف انهما افضل بقى، نعمل ده ولا نعمل ده. احنا عندنا يا جماعة مشكلة تانية، ان هي الاريال مكسور والقاعدة بتاعتها مكسورة كمان. كل حاجة مكسورة. ماشي، فنعمل ايه بقى؟ اللي احنا هنعمله يا جماعة، اللي هنعمل اللي هي الاريال الداخلي اللي احنا قلنا عليه قبل كده، اللي هو بيقوي ارسال الاف ام، واللي احنا بنستخدمه في ساعة ما تكون الاريال الخارجي مكسور. هو برضه حتى لو الاريال الخارجي اللي هو بتاع الاف ام مكسور، لو احنا ركبنا ده من جوه بيقوي جدا الاشارة، ماشي، لحد بعيد جدا. فاحنا دلوقتي هنركبه. ماشي، هنعمل الاريال الداخلي اللي انا قلت اللي هو بيتعمل من حوالي من متر لمتر ونص نحاس، ونلفه حوالين مفك، ماشي، او اي حاجه معدنيه، بحيث ان الحاجه نخليه عامل شكله عامل زي السوسته، ماشي، بحيث اللي هو يدخل جوه. تعال نشوف مع بعض. طبعا عشان نقدر نعرف مكان الاريال فين، يبقى بنفك زي ده وما نلمس الحديد، نلمس البلاستيك ونحاول ان احنا ندوس على اللي هي الاطراف كده، ماشي. لو لقينا الصوت بيقع يبقى هو ده مكان الاريال. هنا يا جماعه هو ممكن اهو، يبقى هو ممكن نوصل الاريال هنا او هنا، ماشي.
ده اللي يا جماعة اللي قدامنا ده، هي دي الاريال بتاعتنا. انا عملتها من حوالي 1.5 متر من النحاس، من سلك النحاس المعزول. خلاص احنا ممكن نستخدم ديت جوه، هتبقى الارسال بتاعها قوي جدا. اللي احنا هنوصلها بالمكان اللي انا قلت عليه، ماشي، اللي احنا شاورنا عليه. وفي الحالة ديت طبعا ممكن نكبرها، نشدها شوية كده عشان تبقى ايه طويلة يعني. خلاص هو معزول يعني مفيش مشكلة لو جه على اي حاجة. او ممكن نعمل هي الطريقة التانية اللي انا كنت قلت عليها على الاريال، اللي احنا مجرد ايه، اللي احنا نمد سلك من هنا، من المكان ده اللي هي المكان اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو بتاع الاريال، من هنا لبره. فاحنا المرة دي مش هنعمل اللي هو السلك الاريال ده، نجرب اللي هي الطريقة التانية اللي احنا نمد سلك من هنا لبره. احنا المرة دي بقى يا جماعة مش هنركب اللي هو السلك ده، احنا هنركب اللي هي الاريال ده، احنا هنركب اللي هي السلك، هنوصلهم هنا مكان الاريال، هنركب سلك نص متر ماشي، ونطلعه من بره. ودي الطريقة التانية اللي انا كنت ذكرتها في الفيديو بتاعي لعمل اللي هي الاريال مكان اللي هو اريال الاف ام، وهيبقى قوي جدا بنفس قوته ويمكن اقوى كمان. دي صراحة احنا جربناها كانت اقوى من اللي هي الاريال العادي. فالمرة دي بقى هنجرب ان شاء الله السلك ونشوف اخباره. نص متر. هنشوف دلوقتي يا جماعه اللي هي الكاسيت ليه مش شغال. هو الكاسيت مش شغال لان هنا في سير المفروض يبقى هنا، بيجي من تحت لحد هنا. اوكي اشوف السير وارجع لكم تاني. بس كده يا جماعه. It is working alright, but it needs adjustment. The head needs adjustment. Before doing an adjustment, the head needs cleaning with alcohol, with thinner, with eau de cologne. So I'll use thinner. للأسف يا جماعة اللي هي البنش رولر ديت ماشي فيها تشققات اللي هي الكاوتش، فهنغيرها. نشيلها الأول يا جماعة. ببساطة جدا يا جماعة. أتمنى إن هي تكون واضحة يعني. أنا لقيت واحدة يا جماعة هي نفس المقاس الجديدة، هوريكم دلوقتي ازاي تقدروا انكم تغيروا. دي الطريقة يا جماعة اللي بنخرج فيها المسمار كده عشان نقدر نعمل ايه بيها، ان نطلع اللي هي اهو كده اهو. بس ببساطة جدا يا جماعة. as simple as this. Okay, take the pin out. This is the old one and this is the new one. دي الجديدة اهي. وندخل تاني اللي هي الدبوس. ودقة بسيطة بس عليه. بس خلاص كده يا جماعة. بس خلاص المهم انتهى. ودي بقى نرميها عشان ايه بايظة، ونرجع نركبها تاني زي ما كانت. ده افتر تظبيط ممكن يا جماعه. ده سنتر التظبيط ممكن يا جماعه. ولا هم بالقدر بيجري
دلوقتي يا جماعة نحاول نرجع الجهاز ده لحالة شبه جديدة مع جهاز تاني، لان انتوا عارفين هما جهازين احنا صلحناهم الاتنين مع بعض، لان الاتنين نفس الماركة وكانوا نفس العيب اللي هما ناشونال ار اكس سي 39 قبل ما نجربهم اللي هي التجربة النهائية، ونشوف بالظبط اللي هي الفكرة اللي احنا عملناها لتقوية الارسال اف ام ماشي اخبارها ايه. بداية عايزين يا جماعة نشيل الستيكر ده، هنشوف هنشيله بايه. بعد ما شلناها كلها يا جماعة فالوقت ده نستخدم دلوقتي مضاد الدهون عشان يقوم ببقية المهمة. لازم طبعا اقلبه كويس جدا السائل ده. ما خلص بقى اوريكم النهايه يا جماعه. والوقت هشيل يا جماعه اي سائل زياده بالبلار، وبعد كده هنشف ونشوف شكله بقى الاخير بعد ساعه او ساعتين، ونسمع عليه تجربه صوته الاخيره. وده الشكل الاخير يا جماعه للجهاز، هو تقريبا بقى شبه جديد ما شاء الله. وده الجهاز التاني خلاص، هما الاتنين تيبيكال، هما الاتنين ناشونال سي 39، وزي ما احنا شفنا هما كان فيهم عيب تصنيع، نفس العيب موجود في الجهازين، ولو لقيتوا نفس الموديل برضه هتلاقي فيه نفس العيب لو كان قطع باور. والوقت نسمع صوتهم، هنسمع صوت اللي تحت الاول. مستحدثة إن شاء الله آخر دفعة أيضا في أول ملتقى للفخار الدولي. جميل جدا. أول مرة نعمله. فإنك إذا من الظالمين. משהו שאני הייתי חם הייתי אבי על סוג פתרון כזה. במשפט, נהגים ששומעים אותך, הורים ששומעים אותך, כל מי ששומע אותך עכשיו? כרגע אין מה לעשות, הדרך הטובה ביותר זה להימנע כמה שיותר משימוש בכלי הרכב. בעלי חברות, צאו מהפקקים. Now let's listen to the other one. ידע בקריית מלאכי ותיהנו מהטבות כאזור עדיפות לאומית. כוכבית 8074. موجز أنباء 5:30. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين السيد طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية، ويقدم الشكر له على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي. ماسبيرو.ag صوت العرب، إذاعة كل العرب. والتحية في فترتنا الإخبارية الرابعة، جولة المساء الإخبارية تأتيكم متضمنة وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. هي حضرتك شوفيها في مكاتب المآذين بجد في المشاكل، وشوفيها في محاكم الأسرة، شوفي الأب اللي بيقعد بالسنين. ولطلاب شعبة الرياضيات تتوفر أماكن في كليات الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، التخطيط العمراني، فنون جميلة عمارة، والجامعات التكنولوجية. وتتوفر لطلاب الشعبة الأدبية كلية التربية والآداب انتظام وانتساب، والحقوق انتظام وانتساب، والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية. وزارة التعليم تطلق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني. هيئة والسكة. طبعا زي ما احنا شايفين يا جماعة الارسال بتاع ده، الاستقبال بتاع ده اقوى بكتير جدا من ده، مع ان ده في اساسا ايرال اللي هو بتاعه الاصلي، وده ما فيهوش ايرال في التوصيل اللي احنا عملناها. يبقى احنا اساسا اللي هي الفكرة بتاعت الايرال اللي احنا عملناها اسكان اللي هو
الاريال النحاس الداخلي او السلك، فهي اقوى بكتير من اللي هي من الاريال الاصل بتاعه. يا ريت يا جماعه ان شاء الله ما تنسوناش في الاشتراك والاعجاب والمشاركه والتعليق، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع حاجه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.